السلام عليكم، معكم شيوات الساخي. كنتمنى ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو بصحه جيده. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الكيك اقتصادي البنات، وغير بجوج بيضات وبالكريمه ديال البرتقال او ديال الليمون. هاد الكريمه كتجي اقتصاديه وكتجي رائعه. كما كتشوفوا معايا البنات الكيك ديالكم كيجي مفشفش وكيجي رائع وكيجي طالع واخا فيه غير جوج بيضات. هنا البنات غادي نعطيكم السر باش يطلع لكم الكيك ديالكم، واخا كديروا فيه غير بيض قليل راه كتطلع الكيكه كتجي رائعه. كما كتشوفوا معايا واحد الكيكه مشهيتكم فيها كتجي بنينه بزاف وبغيت نشاركها معكم. قبل ما ندوزوا المقادير طريقه التحضير ما تنساوش تدعموا القناه ديالي، ديروا لايك تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. هنا بسم الله على بركه الله. غادي نديروا جوج بيضات. كما شفتوا البنات هاد الكيك راه ساهل، والسر ديال هاد الكيك باش يجي طالع غادي نعطيه لكم. راه الوالده ديالي هي اللي كدير هاد الطريقه هادي. هنا البنات عندي نص كاس ديال السنيده، تقدروا نتوما ديروا كاس. انا درت غير نص كاس صافي. هنايا كنخلطو غير بيدينا، ما كنستعملوا لا الطراب الكهربائي لا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا معايا كنطلعوهم شويه بيديا. صافي هنا البنات كنجيبوا السر ديال الكيك باش يطلع لكم كما كان. هنا كتجيبوا واحد الكاس ديال الحليب البنات، كتسخنوه مزيان وكتخلطوه مع هاد البيض وسنيده. البيض يعني الحليب ملي كيكون سخون راه دغيا دغيا البنات الكيك كيطلع لك. هنا عندي واحد نص كاس ديال الزيت الروميه. صافي كنخلطوا كل شيء. راه الحليب البنات ملي كيكون سخون راه كيساعد الكيكه ديالنا باش تخمر ودغيا كتطلع. صدقوني ديروا هاد الطريقه غادي تعجبكم وما عمركم تستغناو عليها. راه كيجي الكيك رائع وكيجي طالع. هنا غادي ندير واحد الرشه ديال الملحه، غير شويه ديال الملحه. هنا البنات درت واحد شويه ديال دوك القشور اللي عسلنا، راهما كاينين في القناه اللي بغى يرجع يشوفهم. راه البنات كيجيو دوك القشور رائعين مع الكيك. صافي غادي نخلطهم كما كتشوفوا معايا مزيان. غادي ندير ساشيه ديال الفاني وغادي نخلط. هنا غادي ندير كاس ونص ديال الدقيق، كاس العنبه على حسب البنات الدقيق. الا كان شي دقيق كيتشرب غديروا غير كاس تتشوفوا الكيكه ديالكم. الا كانت جاريه كتزيدوا ليها شويه، ولا ما كانتش جاريه صافي. هنا راه درت كاس ونص ديال الدقيق، نتوما ديروا كاس ونص. صافي كنخلطو مزيان، حيت انا البنات عندي البيض شويه صغير، داكشي علاش. ولكن البنات راه واخا كتشوفوا هاد الخليط هذا قليل راه كيطلع. عرفتي البنات راه كتجي كيكه كبيره وكتجي طالعه، حيت داك الحليب اللي كيكون سخون هو اللي كيطلع لينا الكيكه. هاد الطريقه هذه وراتها ليا الوالده ديالي، الله يخليها ليا ودعيو معاها الله يشافيها يا ربي ويخلي لكم حتى نتوما ما عز عليكم، والله يشافي اي واحد. هنا صافي كناخذوا المول ديالنا كنديروا فيها هاد الكيك هذا. ها نتوما القوام ديال الكيك كي كيجي راه كيجي خفيف. صافي بالنسبه للبنات الفران انا شعلته على 160 درجه، كنشعلوا الكيك ديالنا غير من التحت. هنا البنات كما قلت لكم كنخليو الكيك ديالنا حتى كطيب مزيان وكنشعلوا عليها من الفوق حتى كتحمر. هنا البنات بالنسبه للكيك ما تطلوش عليه حتى كدوز واحد نص ساعه تقريبا. راه الا ما داش البنات الا ما طابش الكيك ديالكم راه يقدر يهبط الا طليتو عليه. هذه هي الكيكه ديالي. هنا غادي ندخلها الفران، كنخليوها حتى كطيب وكنخرجوها. هنا غادي ندوزو الكريمه ديال الليمون. هنا عندي جوج كيسان ديال الليمون كما كتشوفوا معايا، عصرتهم وصفيتو. عصرت الليمون ديالي وصفيتو. غادي نديرو هنايا واحد الساشيه ديال فاني، وغادي نديرو واحد فلو ديال الفاني. بالنسبه للفلو انا استعملت غير ديك الساشيه الصغيره.
وهنا غادي نديرو 2 معالق ما عامرينش ديال النشا، ما يكونوش عامرين باش ما تجيش الكريمه عاقده بزاف. كنديرو غير 2 معالق ما عامرينش ديال النشا. صافي غادي نخلط هادشي كله مزيان. وغادي ندير واحد 2 معالق ديال السنيده. صدقوني البنات هاد الكريمه كتجي رائعه وكتجي بنينه بزاف. هنا البنات غادي نديو الكاسرونه فوق البوطه، غادي نبقاو نحركو حتى كتعقد لينا هاد حتى كتعقد لينا الكريمه ديالنا وكنحيدوها. هنا الكيك بعد ما طاب كنخرجوه من الفران. ها نتوما كيما كتشوفوا الكيك ديالنا. تقدروا نتوما الا بغيتو تسقيوه تقدروا تسقيوه، انا ما سقيتوش حيت جا رطب وجا فشفش ما سقيتوش. نتوما تقدروا تسقيوه. صافي كنوزعوا هاد الكريمه على الكيك ديالنا. صراحه البنات واحد الكيكه كتجي بنينه وكتجي لذيذه ومنعشه. ندخلوه الثلاجه كنخليوه حتى كيشد فراسو وكنخرجوه كنزينوه بالطريقه اللي بغيتو نتوما. انا زينت بهذه الطريقه هذه، درت شويه الكوك في الجناب وزينته وقدمت لكم بهذه الطريقه. كنتمنى هاد الكيكه هذه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. راه البنات كما شفتوا معايا راه كيجي الكيك ديالنا طالع. وهاد الطريقه عطيتها لكم من عند الوالده ديالي الله يخليها ليا. كنتمنى انكم حتى نتوما ديروها. ومع السلامه مع شي وصفه جديده ان شاء الله باذن الله.